هنسمع قصيدة الباشمهندس بقى. نسمع قصيدة الباشمهندس. يلا يا باشمهندس قول لنا حاجة دينية بقى ماشي. ربعات الكعبة تحت السيرة، السيرة كبيرة بقى عمل كبير، الكعبة تحت السيرة بالكامل. أول حاجات منها الله يكون في العون يا كعبة يا شريفة، يا لؤلؤة في الكون بالطهر ملفوفة، قلوب بأوزارها جاية وملهوفة، قربك يطهرها ترجع تاني نظيفة. بالدور حواليك طوافة، لو في دفى بينهم عندك بتتصافى، واللي في قلبه مرض عندك بيتشافى، تيجي النفوس معتمة وترد شفافة. كل الأماكن تعب الراحة في رحابك، وتهون جبال الذهب في لمس أكوابك. كتير لهم أحباب وزي أحبابك، يتمنوا يقضوا العمر واقفين على بابك. حمام حواليك بيطوف وبيسبح، روحه كده فيك لا ينام ولا يروح. عدد نجوم السماء في منظره يفرح، يدعي رب يكون في الجنة لي مطرح. انت اللي شفت الخليل وابنه إسماعيل، وانت سمعت النبي بيرتل التنزيل، وقصة الكون ده عارفاها بالتفصيل. ولو ما كنتش فيه عمره ما يبقى جميل. الله يكون في العون يا كعبة يا شريفة. يا شايفة عبد المطلب واقف أمام أبرهة بيقول له ليه يا إبل أخدتها ردها، قال أبرهة ظنيت عدت رجعت النهى وجاي تتشفع في الكعبة ما هدها. عبد المطلب قال له العقل عايشين بيه، أنا مهما هتشفع هتنفذ اللي ناويه، إحنا خدم للبيت جيشك ما نقوى عليه، ردي عليا الإبل للبيت الله يحميه. يوم جالك الأشرم على فيله مستعظم كان جاي وبيحلم، صححه هجوم محكم طير في السماء أبابيل كعب وعظيم أعظم، بحجارة من سجيل لا تشوى ولا ترحم. عينك على آمنة طلة وغيرها عيوب، لحظة خروج النور المنتظر للكون، وبأمره جل علاه للشيء يكون فيكون. نزل النبي طاهر نزل النبي مختون، اقرأ سمعتيها جبريل بيقراها، أول آيات الله نزلت على طه، وخديجة رضي الله عنها وأرضاها راحت بشور بشرى هناها. يا شايفة لطمة عمر لأخته ونسف الدم، وقفة في عزة تقول أيوة الفؤاد أسلم. لما أرى طه حس بندم مؤلم، دخل عمر مشرك طلع عمر مسلم، ترك عمر أخته والهرولة في خطاه، دخل دار الأرقم آمن نبي جداه، جذبوا إليه جذبة سألوا على نواياه